السلام عليكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج ضد السحر. برحب بسيادتكم. البرنامج معمول أو فكرة البرنامج كلها معمولة علشان نعلم الناس الوقاية من السحر. طبعا أنا ما بخاطبش الناس علماء الدين وعلماء الأزهر، أنا بخاطب الناس البسيطة اللي زي حالاتي وناس كويسة، الطبقات اللي هي في المجتمع يعني تعبانة من موضوع السحر. فأهلا بكم على قناة الABC. وأولى الحلقات هنتكلم فيها النهاردة إزاي نقي نفسنا من السحر. الحلقة الأولى هنتكلم في الرقية الشرعية. الرقية الشرعية الناس كلها يعني المشايخ المحترمين لو دخلنا على اليوتيوب هنلاقي كل واحد عامل فكرة معينة للرقية الشرعية. الرقية الشرعية ديت موجودة كاملة في كتاب الله في القرآن، وهم أعلم مننا لكن هم ما بيقولوش الكلام ده. أنا ببص ألاقيهم بيقرأوها في وسط الآيات والصور كتير اللي هم بيقرأوها. ليه؟ مانيش فاهم، رغم إن هي موجودة وتكفي لوحدها إن إحنا نقي الناس من السحر ونعالج الناس بها، زي ما سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام عالج بها واحنا نعالج بها. لو دخلنا برضو وقلنا الرقية الشرعية، واي واحد يجيب رقية شرعية على النت للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ويجيب يمسكها هينطق في الاول الفاتحة، وبعد كده هيقرأ قل اعوذ برب الفلق، وبعد كده هيقرأ اللي يقرأه. نمسك ورقة وقلم ونمشي مع الشيخ وهو بيقرأ، هنلاقيه بيقرأ آيات كلها بكل واحد فيهم عامل له 50 آية على 50 صورة. وكل ده ليه نتعب الناس؟ ليه هنجمع الآيات دي كلها وهنعمل حاجات وهنعمل كده ليه؟ طب هل الرقية الشرعية اللي هم بيقرأوها ديت هم على عيني وعلى راسي من فوق وكلهم ناس كرام وأفاضل وناس محترمين، بس أنا عايز كل واحد يعني هو بيقرأها، ده بيقرأها بطريقة وده بيقرأها بطريقة وده بيقرأها بطريقة وده بيقرأها بطريقة. طب ليه؟ اللي مش عاجبه كلامي يمسك اليوتيوب ويجيب الرقية الشرعية ويسجل، يجيب له 10 مشايخ ويشوف هم كاتبين ايه كلهم او كلهم بيقرأوا عن ايه. ده بيقدم آية وده بيأخر آية وده بيجيب آية من هنا على آية من هنا على آية من هنا على آية من هنا. هي فكرة الرقية الشرعية لو جينا نقول زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، هنقول ان هي قل اعوذ برب الفلق، مفيش غير كده. وسيدنا رسول الله لما عالج بقول اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. طب هي قل اعوذ برب الفلق هنتكلم احنا عالجنا بها من خلال البرنامج ايه ده في الحلقه اللي فاتت، عالجنا بها ناس محترمين اتكلموا. وانا النهارده مش جاي اعلم الناس او اعالج الناس، انا جاي اعرف الناس ان هي قل اعوذ برب الفلق تكفي، والناس اتعالجت بها بالفعل. الناس اتعالجت بها، عالجوا انفسهم بانفسهم. انا مش عايز حد يجيني ولا عايز حد يروح لغيري ولا حد يروح لحد، كل واحد يعالج نفسه زي ما قلنا بالايتين بالصورتين الصغيرين دول، وكل اعوذ برب الفلق لوحدها لو مش قادر يقرا الاثنين تكفي تحصين، فك السحر، طرد السحر، تكفي الحسد. فلو احنا قلنا يعني هو بيقرا الرقية الشرعية كلها اللي احنا بنشوفه بيقراها عشان ايه؟ طب الناس البسيطه هتستوعبها ازاي؟ في ناس اميه كتير في البلد هيستوعبوها ازاي؟ كلامي طبعا مش الناس الافاضل اللي هم العلماء، انا بخاطب الشعب، بخاطب الناس البسيطه اللي مبهدلين من السحر، اللي مبهدلين من الماس. احنا عايزين نعالج الناس البسيطه. دلوقتي الناس بتتصل بنت بتتاخر في الجواز بيقولوا عليها سحر. طب ليه؟ طب ارجعي لكتاب ربنا، اقرا المعوذات. في ناس كلموني في مشاكل بينهم وبين زوجاتهم، ممكن ربنا يهدي لك جوزك بدل ما تعمل له جلب هتقراي له قران، يبقى حاجه جميله. دي برضه هنعلمها للناس ازاي الزوج والزوجه يبقوا كويسين، يقراوا ايه عشان يقراوا من القران عشان يكونوا كويسين. ما فيش حاجه اسمها جلب. الجلب ده من ذهب الى عراف فهو كافر. ده الشرع بتاعنا قال كده والدين بتاعنا قال كده.
فاحنا مش عايزين حد يروح لحد، عايزين الناس تعالج نفسها بنفسها. وده اللي عندي، وده اللي احنا هنقوله النهارده بامر الله. هنبدا ب يعني مش عارفين، يعني اللي انتوا عايزينه ممكن هتكلموا فيه في التليفون وهتطلبوا اللي انتوا عايزينه، واحنا تحت امركم. هنخرج فاصل ونرجع تاني، استنونا بامر الله. ورجعنا لكم بامر الله بعد الفاصل، ومعانا اتصال. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه مين؟ انا دينا شيخ ياسر، ازي حضرتك عامل ايه؟ ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. منور والله يا شيخ ياسر. الله يبارك لك، ربنا يديك الصحه. منورنا والله. ربنا يبارك لك ويديك الصحه. اتفضلي. الله يخليك يا رب. اتفضلي. الجماعه عاملين ايه؟ الحمد لله والله كلهم تمام، وبيتكلموا عليك كده اهوت. الله وبيدعوا لك والله يا شيخ ياسر. الله يبارك لهم. الله يبارك لك يا رب. الله يبارك لهم. منك. ربنا يبارك لك. والست معاهم والله، وبنت عمي يعني مبسوطه قوي. وهي الوقت بقى معاها كام عيل؟ ما شاء الله بقى معاها 3. ربنا يبارك، ربنا يبارك. ما شاء الله 3، محمود واحمد ومصطفى. ربنا يبارك. هي كانت قاعده كام سنه؟ يا دينا؟ قعدت حوالي 6 سنين او 7 سنين. ربنا يبارك. تدور وزهقت ويأست. ربنا يبارك، ربنا يبارك يا الحمد دينا. لله، البركه في حضرتك والبركه في الله طبعا. البركه في ربنا سبحانه وتعالى. وربنا يرضى عليك حضرتك طبعا. ربنا يبارك فيك يا دينا. كتر الف خيرك. الله يبارك لك والله. الله يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. بدعي لك والله. ربنا يبارك لك ويصلح حالك. ربنا يبارك لك. شكرا يا دينا. شكرا. تؤمر باي حاجه؟ الله يصلح حالك يا رب. ربنا يبارك لك. السلام عليكم. ماشي يا دينا، اتفضلي. اعزائي المشاهدين، دي حاله من ضمن الحالات اللي احنا عالجناها. كان عندها قعدت 7 سنين من غير ما تخلف، وجت قعدت معانا، فربنا كرمها والحمد لله وبقت تخلف. في نقطة هنتكلم فيها كويسة قوي في موضوع الخلف ده. الناس اللي متأخرة في ناس كتير تحليلها كويسة. الست تحليلها كويس والراجل تحليله كويس، ما عندهمش أي مشكلة. بنجيب ورقة وقلم. الناس المتأخرين في موضوع الخلف بيجيبوا ورقة وقلم. لما يكون فينا عنده نسبة وهي عندها نسبة، يجيبوا ورقة وقلم ويقعدوا معايا بأمر الله. دلوقتي هنتكلم في الموضوع ده لأن الموضوع ده بيصير جدل كتير، والحمد لله احنا عالجنا منه حالات كتير قوي، وربنا يبارك. ربنا يبارك لهم. فهنتكلم فيه الأول. الناس ديت كله بيقسم الشهر 4 أجزاء، 11 يوم و11 يوم، يبقى كده 22، و5 أيام يبقى كده 27. باقي في الشهر 3 أيام. ال3 أيام دول تقسيمتهم إيه في الشهر؟ 11 يوم بعد طهار الواحدة من الدورة، بيبقى فيه 11 يوم دول ما فيش فيهم أي حاجة. بتعد 11 يوم من يوم ما تطهر لغاية ما يخلصوا من 11 يوم، تبدأ 3 أيام. 3 أيام دول اللي يبقى فيهم جماعة. بعد ال3 أيام دول بتفضل 11 يوم. أي حد في عنده نسبة ضعيفة وهي عندها نسبة وهو عنده نسبة، هيعملوا الحاجة دي، ربنا هيكرمهم. أنا قعدنا مع حالات كتير وعالجناها، وفي ناس كتير ربنا كرمها. ده اللي ما عندوش سحر. اللي عنده سحر في ناس برضو ربنا يعني ما كرمهاش السحر، زي الحلقة اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. اللي عنده سحر هيقرأ الفاتحة وهيقرأ المعوذتين، وربنا هيكرمه ويرش بيته ملح خشن وزهرة زرقاء. 2 كيلو ملح خشن يتقلب عليهم معلقة زهرة زرقاء ب4 معالق مية بس، يرش بهم البيت. بس ما يجيبش ملح في الحمام،
ان الملح في الحمام غلط، مش عايزين ننزل في الحمام. احنا بنرش البيت كله، بنطهره من الجن، وهنستعيذ بالله، وهنصلي ركعتين لله، وهنقرا الفاتحه وقل اعوذ برب الفلق 3 مرات، وبعد كده ربنا يكرم. هنعرف ال3 ايام دول مكانهم فين في الشهر بعد ال11 يوم اللي هم بعد طهاره الواحده من الدوره. ربنا هيكرمها. احنا عالجنا حالات كتير كده والحمد لله. معانا مكالمه، نشوف مين. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك. ازيك؟ مين؟ ازيك يا شيخ؟ معاك محمود من دمياط. ازيك يا عم محمود؟ اخبار سعادتك ايه؟ الله يسلمك. ازيك يا شيخ؟ اخبار الناس عندك ايه يا عم محمود؟ تمام والله الحمد لله. ابن العيله بخير. الله يبارك لك ويديك الصحه. والناس اللي نورتنا قبل كده ان شاء الله، وعايزين نشوفك دايما ان شاء الله بالتوفيق يا شيخ. الله يبارك لك ويديك الصحه. الناس اللي كنا عندهم عاملين ايه؟ تمام الحمد لله، احسن كتير ان شاء الله. الحمد لله، ربنا يهدي الحال. الحمد لله كله تمام الحمد لله. البركه ان شاء الله. الله يبارك لك يا عم محمود، الله يبارك لك ويديك الصحه. في لك سؤال ولا حاجه؟ ايه؟ الجماعه بتوع القاهره اللي كنت كلمتني عشانهم دول، اللي كنا كلمناهم في التليفون، عملوا ايه؟ الحمد لله تمام. ماشي يا عم محمود، عندك سؤال ولا حاجه؟ كان كله تمام ان شاء الله. طيب احنا اخدنا حاجه من حد يا عم محمود؟ الناس اللي احنا رحنا لها ديت؟ ايه؟ انا اخدت حاجه من حد من الناس اللي احنا رحنا لها ديت؟ لا ده انت جيت حضرتك جيت من المنصوره دمياط، يعني من غير اي حاجه. لا ما شربنا ميه في البيت اللي دخلناه؟ لا ما رضيتش حتى تشرب كوبايه الميه فعلا والله. كتر الف خيرك، كتر الف خيرك يا عم محمود. شكرا يا عم محمود، جزاك الله خير. ماشي، اتفضل يا عم محمود، اتفضل. اهلا بحضراتكم. ده بالنسبه اللي احنا اتكلمنا فيه، موضوع تاخير الانجاب. احنا اتكلمنا دي جزئيه مهمه جدا وغايبه عن الناس. في ناس كتير قوي فكروا ان استقبال الرحم للتبويض بعد الدوره. لا، هو بعد الدوره ب 11 يوم، والحمد لله احنا عالجنا ناس كتير قوي بالطريقه ديت وبقوا كويسين. ودي حاجه من عند ربنا، احنا مالناش فيها، وربنا يسهل الامور. معانا مكالمه ثانيه. الو، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا عايزة أكلم الدكتور. اتفضلي يا حاجه، اتفضلي. أنا أم محمد من أسيوط. الله، ازيك يا حاج؟ ازي حضرتك؟ أنا عايزة أقول للمشاهدين أن الدكتور كنت تعبانة جدا وخدت الرقم بتاعه من على التلفزيون. اتفضلي يا حاجه، الناس معاك وسامعينك، اتفضلي. وكنت تعبانة جدا جدا. كنت بقالك كام سنه يا حاجه؟ بأمر الله الدكتور تركت الدكتور اتصلت عليه، طبعا كان قاعد بيسجل، وبعد التسجيل رد عليه. ان شاء الله. حكيت له أنا الحالة اللي أنا فيها، فاداني علاج، وبأمر الله الحمد لله أنا شفيت. علاج ايه؟ ايه العلاج يا حاجه اللي اديتهولك؟ اداني قرآن بالقرآن. ربنا يبارك لك. اداني قرآن. بقالك كام سنه يا حاجه؟ كان بقالك كام سنه؟ 20 سنة. كم؟ 20 سنة بعاني وما خليتش. واتصلت بالارقام بتاعت التليفونات بتاعت المغاربة الجماعة اللي بيجوا في المغرب. لا اله الا الله. مش هقول لك عملوا ايه فينا، اتصلوا ردوا علينا فهزقونا برضه. لا يا حاجه. قالوا لنا كلام ما يتقال. لا ملوش لازمه يا حاجه، ملوش لازمه. المهم هو الدكتور ربنا يبارك فيه يا رب عالجنا بحاجات بسيطة جدا، قرآن وحاجات يعني ما تشكرش يعني. الكلام ده قلت له كنت عايز فلوس، عايز اي حاجه، قال لي كنت عايزه انت فلوس انا اديك. الله يبارك لك ويديك الصحه، ربنا يبارك لك ويديك الصحه. ربنا يبارك يا رب ويدي لك الصحه والعافيه. الحمد لله انتوا كويسين دلوقتي؟ الحمد لله. تعملوا انت مع المسلمين ومعانا ومع المعاناه اللي احنا شفناها، ان شاء الله الاسلام يبقى في ميزان حسنات. الله يبارك لك ويديك الصحه. انتوا متشكرين جدا جدا جدا. الله يبارك لك يا حاجه. طب والله انا عشان اوصل للتليفون بقول لجميع اللي بيشاهد على التلفزيون، انا عشان ادور على النظاره عشان اشوف الارقام، النظاره اختفت فجاه. فبصيت لقيتها في وشي، واول ما شفت الارقام صرت على طول الدكتور ما لحقش عيني برضه رد علي على طول. ربنا يبارك لك ويديك الصحه يا حاجه. ربنا يبارك لك والحمد لله بقيتي كويسه دلوقتي يا حاجه؟ والحمد لله بقيتي كويسه دلوقتي؟ الحمد لله. طيب هو انت المولى عز
احنا حضرتك بقالك 20 سنه، اما قلت لك تعملي انا جيت عالجتك ولا انت ولا انا عرفتك تعالجي نفسك ازاي؟ والله انت عالجت لي وانا قلت لك ادينا، قلت لي لا بالتليفون. ربنا يبارك لك يا حاج. ادينك عندك قلت لي لا احنا عايزين نعالج الناس بالتليفون عشان الناس ما اي حد يشوف اي حاجه على التلفزيون ما تاخدش باي حاجه تعمل فيها. ومين اللي قرأ يا حاج، انا ولا انت؟ المغرب دي ما دام نتائج عالجنا تعالج نفسيا. الله يبارك لك يا حاجه. طب ومين اللي قرأ، انا ولا انت؟ مش انا علمتك تقرأي ازاي؟ ايه؟ مش انا علمتك تقرأي ازاي؟ ايوه. اي حد تعبان عندك علميه يقرأ زي ما انا علمتك وهو يتعالج. انت بقالك 20 سنه والحمد لله انا عرفتك، انا ما عملتش ليكي حاجه، انا عرفتك تقرأي ازاي بس. 20 سنه وما خليتش، يعني مش 20 سنه وقاعده في البيت، لا كل ما حد بيعمل حاجه احنا لغايه السودان لغايه السودان رحتي؟ لغايه السودان. الله يديك الصحه ويبارك لك يا حاج. الحمد لله، اشكري ربنا. ربنا يبارك فيك. اشكري ربنا وربنا يبارك لك يا حاجه. اتفضلي. الحمد لله. وانا بقول اتفضلي. كل جميع اي مبتلي اي حالات نفسيه او لمس او جان او حد ما يتجهش لاي شكرا يا حاج. من المغرب ولا من اي حد. شكرا يا امي، شكرا ربنا يديك الصحه. شكرا يا حاجه، ربنا يبارك لك ويديك الصحه. يا ست ديت كانت بتعاني من 20 سنه. طلبتني بعد الحلقه بتاعت يوم الجمعه اللي كانت في برنامج ايه ده. رديت عليها لقيتها تعبانه وبتعاني بقالها 20 سنه. تعمدت ان انا اخليها تعالج نفسها بنفسها، ومش هنعالجها بايات كتير ولا صور كتير لان هي ست كبيره واكيد ان هي مش حافظه الايات كلها والصور كلها. احنا عالجناها بقول هو الله، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. لقيتها تقيله عليها، خليتها تقرا قل اعوذ برب الفلق هي وزوجها، وهي بتعاني بقالها 20 سنه والحمد لله ربنا كرمهم. فبعد ما ربنا كرمهم تاني يوم قالوا لي احنا الحمد لله كويسين. طلبوا مني الاعلان اللي كان بيذاع في القناه بعد مني اللي هو بتاع المسجد اللي كان عايز يكمل عشان يحطوا فيه حاجه لله. فانا ما اعرفش الاعلان ولا اعرف المسجد تبع مين، فقلت لها اقرب ناس ليكي اديهم حاجه لله وربنا يبارك لك وربنا يحوش كل شر عنكم وربنا يصلح الناس كلها. ومعانا تليفون. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ياسر. اتفضل. مين؟ حضرتك يا فندم. الله يسلمك، الله يسلمك. مين؟ مع حضرتك الحاج اسماعيل. ازيك يا حاج اسماعيل؟ مش عارف هتفتكرني ولا لا، مع ان مشاغلك كتير ومهامك كتير. ربنا الله يبارك لك يا عم اسماعيل. اسماعيل. حاج اسماعيل ابو عامر. اهلا وسهلا. ازيك يا عم اسماعيل؟ ازي حضرتك؟ اتفضل. الحمد لله الحمد لله. اتفضل يا عم اسماعيل. انا مش بتصل عشان حاجه، انا بتصل عشان اعرف بس الناس ان الراجل اللي بيتكلم دلوقتي او الراجل اللي قاعد من حضراتكم اللي هو الشيخ ياسر راجل بسم الله ما شاء الله، الله يبارك له، هو على يدي وربنا شاهد سبحانه وتعالى. الحالات يا شيخ ياسر اللي احنا عالجناها بتاع الشرقيه فاكرها؟ ان شاء الله فاكرها الحمد لله. واللي عند بتاع كفر الشيخ عاملين ايه؟ الست ديت عاملين ايه يا عم اسماعيل الناس دي؟ والحاله الصعبه بتاع البنت اللي هي ما اتجوزتش، البنت بتاعت العزبه اللي موجوده هنا جنب المحله. عملوا ايه الناس دي يا عم اسماعيل اللي احنا رحنا لهم دول؟ والله بسم الله ما شاء الله، والله الناس لغايه دلوقتي بتدعي لك. والحاج احمد الشرنوبي دايما اعتقد انت فاكره؟ ايوه فاكره طبعا. يعني بيفتكرك بالخير ودايما بيدعي لك. والله يقول لي الشيخ ياسر انا بضرب عليه ما بيردش، قلت له مهامه كتير وممكن ما يكونش. ربنا يبارك له. لا انا برد على التليفونات كلها يا عم اسماعيل وهو معاه ارقامه كلها وما فيش عندي اي مشكله وكتر الف خيركم. في حد بصراحه ممكن تكون خارج مصر، والله ده اللي انا قلته. لا انا موجود في مصر بامر الله وموجود في شغلي، واي حد بيتصل عليا في اي وقت انا تحت امره ما عنديش اي مشكله. الله يسترك، ربنا يزيدك يا رب من نعيمه وربنا يجعله كله في صحه. ربنا يبارك لك يا عم اسماعيل. انا مش هنسى الفضل اللي انت عملته معايا. الفضل لله، الفضل لله وحده، الفضل لله وحده. ابن اختي فاكرها؟ ايوه فاكرها طبعا وفاكر الحاج اختك. ايوه الحمد لله كويسين. الحمد لله كويسين. بتاع ابنها بتاع الجوازات. الحمد لله كويسين يعني. ده كلهم والله بيدعوا لك. سلام لهم. شكرا يا عم. ربنا يكرمك بخير. شكرا يا عم اسماعيل. شكرا يا عم اسماعيل. ربنا يبارك لك ويديك الصحه. ورجعنا تاني لحضراتكم. الحالات
ديت الراجل ده راجل طيب ومن كفر الشيخ من المحله، جاب لي حاله في كفر الشيخ ورحناها، وجاب لي حاله في الشرقيه ورحناها، وجاب لي حالات في المحله عندهم، والحمد لله احنا الناس كلها كويسه وناس خير وبركه، وكلهم الحمد لله احنا طمنا عليهم كويسين. هنرجع تاني هنتكلم الست اللي عالجت نفسها، الست الكبيره اللي اتكلمنا عنها ديت كانت بتعاني بقالها 20 سنه، واللي عالجها مش انا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى، وهي عالجت نفسها بنفسها بكل اعوذ برب الفلق وبالملح. الملح بيطهر اي مكان من الجن وبيشيل اي عواقب، فربنا يهدي الحال. هنتكلم بعد التليفون ده اهوت. الو السلام عليكم. سلام الله. سياسة اخبارك ايه؟ الله يصلح حالك. مين؟ معاك العمدة سياسة مرسى مطروح. اهلا وسهلا. ازيك؟ سياسة انا والله انا نفاق ولا رياء. انا كلمتك امبارح بالليل الساعة 12 وقلت لي على اللي قلت لك عليه كله. النهارده اللبس لابسه، نفسيتي مرتاحة، كل حاجة اللي كان المشاكل اللي عندي كلها اتحلت. الله يبارك لك. شكرنا عليك جدا 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 جدا. شكر لله وحده، شكر لله وحده. يعني انا الحاجه اللي كنت بلبسها واتخنق ودخلت البيت والمواضيع دي كلها بسم الله ما شاء الله. حضرتك منين؟ مرسى مطروح. اهلا وسهلا بمطروح. اهلا وسهلا. طيب هو حد خد منك حاجه؟ عشان حد خد منك فلوس ولا حاجه؟ بالله ولا شفتني ولا عمري شفتك في حياتي الا على القناه وكلمتك ولا طلبت مني حاجه. فيما ذلك انك بتقول لي اقفل وانا اللي اكلمك، بقول لك لا خلينا اقل حاجه نعملوها نتصل بيك احنا. الله يبارك لك ويديك الصحه. دي شهاده حق مش كلام نفاق. ارقامي مفتوحه، ارقامي مفتوحه كلها، وارقامي على الشاشه. جزاك الله خير. واي حد عندك محتاجني يرن عليا في اي وقت، واي حد تعبان في مصر او خارج مصر يرن عليا في اي وقت. انا دايما اقسم بالله مخنوق بيجي المغرب لغايه بعد الساعه 10 11 ولا فوق. بقالي 10 سنين شيوخ دكاتره كله بفضل الله. ثم انت يا استاذ زياد الفضل لله وحده، بفضل الله. فضل الله ثم انت بعدين. الله يبارك لك. الساعه 12 بالليل النهارده في تغير جامد في حياتي. ربنا يبارك لك ويديك الصحه. كتر الف خيرك. شكرا. والمخرجين والسيد شكرا. الاخ من مطروح كلمني امبارح الساعه 12 بالليل، جاب رقمي من على القناه بتاعت حلقه يوم الجمعه، وكلمني. كان عنده مشاكل بقالها 10 سنين والحمد لله اتفكت. وهو كل اللي احنا عملناه بنقرا كل اعوذ برب الفلق وكل اعوذ برب الناس، وبنرش البيت ملح خشن بيطهر اي حاجه، ملح بزهره زرقاء بيطهر اي حاجه. هنقول الكلام ده 1000 مره. طب ليه بنقول ملح؟ هو عشان احنا بنقول ملح لسبب. هو احنا ساعات بيجي اطلع جن من على واحد وباجي اقرا عليه قران، بيقرا قران احسن مني، لانه في منهم المسلم ومنهم المسيحي ومنهم جميع الملل. فاحنا بنقرا عليه قران، بيقرا قران. طب اقرا بقى من هنا للصبح، هو بيقرا زيك نفس الايه ونفس الصوره، واللي بيقراها جن، ويبقى على واحد امي وبيقرا كويس. طب تعمل في ايه؟ طيب هو ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا النار تحرقنا، النار بتحرقنا كإنس، وربنا خلق له حاجه تحرقه. ايه الحاجه الوحيده اللي بتحرقه؟ هي الملح خشن مبلل بزهره زرقاء. ودي زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت اكبر عقاب للجن، بتطهر اي بيت من الجن، بتطهر اي بيت من الحسد، بتطهر اي بيت من حاجات كتير قوي. الملح بيطهر، ملح بالزهره بيطهر كل حاجه. هنشوف التليفون ده نرجع تاني. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه مين؟ جمال عواد من طنطا. ازيك يا عم جمال؟ الله يسلمك يا بيه. اخبار حضرتك ايه؟ انا ياسر معاك يا عم جمال، اتفضل. يا اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الله يبارك لك يا بيه، الله يديك الصحه. الله يبارك لك يا عم جمال. الله يديك الصحه يا باشا. انت انت الله يكرمك يعني. اتفضل يا عم جمال. في حاله عندنا عايزينك تعالجها. على راسي يا عم جمال، تحت امرك. الله يبارك لك. الحالتين اللي انت عالجتهم بقوا زي الفل. الله يبارك لك. ان هم يا عم جمال اللي هم الثلاث بنات اللي كانوا من عندنا.
اللي هم كان موقوف موضوع الجواز بتاعهم. اللي كان موقوف الجواز بتاعهم، في واحده موقوف الجواز بتاعها برضه لحد دلوقتي. منهم ولا حد غيرهم؟ انا سامع ان دول، حد غيرهم يا استاذ. انا سامع ان دول اتجوزهم يعني. اللي الثلاثه اتجوزوا الحمد لله. طب انت بلغتني الكلام ده من فتره. وواحده والحاجه ام عمرك مشت على رجلها وبقت زي الفل. ربنا يبارك، ربنا يبارك لهم، ربنا يبارك لهم ويصلح ربنا حالهم. يبارك لك انت يا استاذ. الله يبارك لهم ويصلح حالهم. الله يبارك ربنا لهم. يجعلك يا رب كده للمساكين. الله يخليك يا عم جمال، كتر الف خيرك. الله يبارك لك. طب والحاله اللي عندك دي هتبقى كلمني، ربنا يسهل اجي لك يا عم جمال او اكلمك في التليفون. الله يبارك لك يا استاذ. واي حد تعبان على راسي من فوق يا عم جمال، اتفضل. تسلم. كتر خيرك. السلام عليكم. ماشي يا عم جمال، ماشي. في رعايه الله. السلام. السلام يا عم جمال. الوقت الناس ديت كان عندهم جن في البيت بتاعهم، وكان واقفهم من الجواز، وكان في جن بالفعل. فالراجل ده راجل طيب كلمني، رحت له لان كان الموضوع كان كبير، والحمد لله بلغني بعدها ان البنات واحده فيهم اتخطبت، وبعد كده واحده اتجوزت، وربنا سهل الحال. وكويس ان هو اتصل دلوقتي عشان في عنده حاله تانية، وبنتكلم في موضوع الجواز نفسه. مش احنا قلنا مش كل شيء، مش كل واحد اخرت يبقى فيها جن، لكن في حاله بيبقى فيها جن، فالوقايه منه بكل اعوذ برب الفلق. طيب لو في واحده في مشكله بينها وبين جوزها، بدل ما تروح تعمل جلب وتكلم في جلب، هنقول انا عارفه تعمل ايه بطريقه كويسه خالص وطريقه سهله جدا. هتصلي بلا ما نشر حاجه صدرك، وبعد ما تخلص صلاه هتقرا ألم نشرح لك صدرك 7 مرات بنيه شرح صدر جوزها ليها. هترجع وربنا يشرح صدورنا كلنا، ونشوف التليفون دوت ونرجع لحضراتكم تاني. الو. ايوه. ايوه مين؟ ايوه معاكم محمد من اسماعيليه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي. هو انت اللي والله احنا جبنا الاستاذ ياسر هو تصدق حضرته. ما هو انا ياسر معاك، اتفضلي. ايوه ازيك يا استاذ ياسر؟ الله يسلمك، اتفضلي. انا ام محمد. الله يصلح حالك، الله يبارك لك. ازيك؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله نحمد ربنا. انت اللي كان بنت عمك تعبانه؟ طب الحمد لله. عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويسه حضرتك، من بعد حضرتك ما جيت والحمد لله ما فيش اي تعب ولا اي حاجه، وهي كويسه دلوقتي الحمد لله بندعي لحضرتك. والناس اللي كانوا عندهم كمان اللي هم قرايبها دول عملوا ايه؟ الحمد لله كويسين بتقولك والله في نعم. والست اللي ما كانتش عايزه ترجع لجوزها ديت ورجعت، عامله ايه دلوقتي؟ زي ما هي ولا؟ لا كويسين ربنا يهديهم الحال والله كويسين الحمد لله. الحمد لله. كله بسبب حضرتك والله. كله بفضل الله بأمر الله. طب شكرا كتر خيرك. في عندك سؤال ولا حاجة؟ عايزه اقول لحضرتك بس ان هو اتفضل. والله ما بياخد مننا اي فلوس ولا جيت اصلا يعني. انا معاكي اتفضلي. ولا اي حاجه في البيت. ربنا يبارك لك. شكرا لك. شكرا. مع السلامه. الله يسلمك. اعزائي المشاهدين، دي كان في واحده يعني معاها اولاد، وكان مشكله بينها وبين جوزها كبيره. رحت عشان اعالج جن كان على بنت، فربنا سهل الحال ولقيت مشكله تانية هناك كمان، فقلنا نعملها. كان واحده يعني معاها جن، والجن طارت جوزها بره ومش عايز ترجع لجوزها نهائي. الحمد لله رجعت، وزي ما احنا سمعنا كده ان هي عايشه مع جوزها. كانت بتقول لا، وكانت بترفض اي حد يتكلم في الموضوع، ورجعت وعايشه. يعني في ناس كتير قوي ممكن يرجعوا وكانوا بيتعلموا من غلطهم وما نعرفش ايه المشكله. ممكن يكون كان في جن زي ما كان الناس ده عندهم. نرجع للقران ونرجع اذكار وربنا يهدي الحال. ربنا هو اللي عليه تسهيل. اعزائي المشاهدين، في نقطه تانية هنتكلم فيها بس بعد الفاصل.
السلام عليكم، ورجعنا بعد الفاصل وهنوقف اتصالات شوية عشان الناس بتسألني في أمور كتير عايزين نجاوب عليها، فيا ريت الناس تسمعنا. الموضوع هو موضوع الجواز. ناس كتير قوي كلمتني اللي متأخر عندهم الجواز. موضوع الجواز ده هو هيقرأوا ألم نشرح لك صدرك، ما يروحوش لعراف، لأن اللي بيروح لعراف بيكون كافر. فمين هيكفر عشان يجي يعمل مكالمة لواحد مغربي هينصب عليه، ولا واحد سوداني، ولا الناس اللي احنا بنتكلم عنهم في الحلقتين اللي فاتوا. الناس دول مش بيقدروا يعملوا حاجة لأنهم ما هماش آلهة، مش إله، واللي هيلجأ لهم بيكون كافر، لأن من ذهب العراف فهو كافر. نبدأ بالقرآن. والبنت اللي شايفة ان وقتها عدى او كبرت في السن هنتكلم معاها. هي اول حاجة بترجع لربنا، وتاني حاجة هتقرأ ألم نشرح لك صدرك بنية شرح صدر ولاد آدم لها، ولاد آدم لها. ولو في شخص قريب منها ومرتبطة بيه مش هنقول حاجة، هتقرأ ألم نشرح لك صدرك بنية شرح صدرها له أو بنية شرح صدره لها، وده من القرآن، ما بنجيبش حاجة من بره. لو ربنا رايد النصيب الحمد لله بيكون يعني بيحصل نصيب بأمر الله. ده بالنسبة لألم نشرح لك صدرك، مفيدة جدا في موضوع الجواز. فاتحة الكتاب وألم نشرح لك صدرك. هنصلي بقى العشاء وهنقرأ ألم نشرح لك صدرك 7 مرات، واحنا قاعدين على السجادة بتاعت الصلاة بعد صلاة العشاء لمدة أيام محدودة. مش عايزين نكتر عليكم، يعني اللي يقدر يقرأها 7 أيام وكل يوم 7 مرات ربنا يجازيه خير وهيبقى خير بأمر الله. ده بمناسبة الجواز أو الناس المتأخرة في الجواز، لأن جالي تليفونات كتير قوي من جميع المحافظات بعد الحلقة اللي فاتت عن تأخير الجواز. ناس كبيرة في السن وبنات صغيرة في السن. بس يا ريت كل اللي كلم ساحر أو كل اللي كلم جماعة من اللي بيقولوا المغاربة والناس ديت السودانيين استغفر ربنا ويرجع لربنا ويرجع لدينه ويرد دينه، لأن حرام إن نكلم الناس ديت في أي حاجة، وحرام إن احنا نروح لهم، وحرام في حاجة تانية، حرام إن احنا نروح للشيخ أصلا حتى لو بيعالج بالقرآن، حرام إن احنا نروح له الا اذا كان واحد جاهل خالص. فاحنا من خلال البرنامج وخلال قناه ABC احنا بنعرف حضراتكم ان كل واحد يعالج نفسه ازاي يعالج نفسه، ازاي يحصن نفسه، ازاي يحصن بيته، ازاي يحصن اولاده، من خلال الحلقه ديت ومن خلال البرنامج ده. واحنا معانا برامج كتير ومعانا حلقات كتير هنتكلم فيها، ويا ريت تعجب حضراتكم. بس اتمنى من الله الناس اللي اتعالجت، وانا كلموني بعد الحلقات اللي فاتت، اللي هو الراجل بتاع مرسى مطروح، الحمد لله ربنا كرم وزي الفل بصورتين صغيرين، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، اللي سيدنا رسول الله قال عليهم. ما قلناش حاجه تانية، ما جبناش حاجه من بيوتنا، مش هنزود على كتاب الله حاجه، مش هنزود اي حاجه، هم يكفوا. هي قل اعوذ برب الفلق بس تكفي يا جماعه، تكفي والله. كل اللي ما هوش عارفها ومش عارف تفسيرها يرجع للشيخ الشعراوي ربنا يبارك فيه وربنا يرحمه، يعني الدعاء له في كل ما نفتكره، لانه مفسر حاجات كتير. يعني انا بدخل على مقطع فيديو له بتاع تفسير قل اعوذ برب الفلق، مش سايب حاجه. يعني هي رقيه شرعيه كامله، قل اعوذ برب الفلق لوحدها رقيه شرعيه كامله، مش رقيه شرعيه مصطنعه. الناس بيقراوا رقيه شرعيه طويله قوي، هي ما فيش فيها حاجه غلط، هي صح، بس بنشق بالناس. ما هي موجوده، هنزود ليه على كتاب الله؟ مش هنزود ولا هنحط ايات من عندنا ولا نرتب صور ولا نرتب حاجه من دي. هنقرا قل اعوذ برب الفلق. الموضوع الجواز لو في 2 زوج وزوجه بعيد عن بعض هيقراوا ألم نشرح لك صدرك بنية شرح صدر، هي تقراها بنية شرح صدرها له، او العكس، ربنا بيوفق بأمر الله. ألم نشرح لك صدرك والفتحة بيوفقوا كتير في موضوع الجواز.
اتمنى من حضراتكم كل الناس اللي كلموني في موضوع الجواز يتوكلوا على الله ويقرأوا الفاتحه وقلم نشرك صدرك، وشكرا، ما فيش فيها اي حاجه غير كده. اما بالنسبه للجماعه اللي بنصبهم بموضوع الزيت المغربي، الزيت ده مش زيت مغربي ولا بيعمل حاجه، هو زيت الزيتون. الزيتون مذكور في القرآن، وزيت الزيتون كويس، بس هو يعالج الظهر. لو في خشونة في الظهر بنمسك الظهر من تحت لفوق، نمشي ندفي شوية زيت ونجيب ايدنا كده اهوت بالصباعين دهم، ونمسك العمود الفقري من تحت لفوق وندعك الظهر كويس بزيت زيتون، زيت زيتون دافي، وندعك الظهر كويس، وناخد الفقرات نفكها من بعضها من تحت لغايه فوق بصباعين كده، نكررها شويه وندعك الظهر كويس. وبعد كده الشخص نفسه يلبس حاجه قطن، حاجه تقيله قطن، ويجيب كيس مشمع زي بتاع البدله كده، يفتحه من فوق ويفتح من عند الايدين ويطلعه ويلبسه وينام فيه لغايه الصبح. وهو بيفتح الكيس ده الصبح يفتحه واحده واحده عشان ما ياخدش برد، لان بيخلي الظهر ميه، بينزل كل حاجه في الظهر. وده تقريبا حاجه زي الحجامه، بس حجامه كامله للظهر. وده بالنسبه للزيت. انما الزيت واحد شيخ يقول لك زيت مغربي وجايبه بالدولار. طب ازاي يجي زيت مغربي وجايبه بالدولار؟ هو زيت زيتون من عند اي سوبر ماركت او من عند اي عطار، وعامل لك عليه بادج. طب ليه يعني؟ طب هيعمل ايه الزيت ده؟ ما بيعملش اي حاجه. فك السحر بنفكه بالقرآن، بنفكه بملح وزهره، مسك بنقرأ عليه الفاتحه وقول اعوذ برب الفلق وقول اعوذ برب الناس. مسك، اللي حابب يحط مسك احمر يحط، مسك ابيض يحط، يقرأ عليه ويعمله. غير كده خالص شويه ميه ويتقرأ عليهم الفاتحه وقول اعوذ برب الفلق وقول اعوذ برب الناس، ويدفهم ويدعك بهم جسمه، يبقوا كويسين. ليه هنروح للشيخ ليه؟ هو الشيخ بيتكلم في ايه؟ عارف ايه الشيخ؟ هو ما يعرفش يفسر الايه دي ولا السوره دي، ما يعرفش، هو عارف تفسيرها كان قالها للناس. فاحنا بنقول ما حدش يروح للشيخ، احنا بنقول انتوا عالجوا نفسكم بنفسكم. انا بخاطب الناس البسيطه، بخاطب الناس في كل محافظات وكل قرى مصر، لان في ناس كتير تعبانه من الموضوع ده، وفي ناس كتير موهومه، وفي ناس ما عندهاش حاجه وبتدعم لان بقت ظاهره. في نقطه تانية عايز الفت نظر سيادتكم لها بالنسبه للمرايات. كل اوض النوم دلوقتي في مرايات في الدولاب، في مرايات في تسريحه، والتسريحه محطوطه قدام السرير. ما ينفعش في مرايه، اي مرايه في الدنيا فيها جن، اي مرايه في الدنيا فيها جن. ما ينفعش انام على السرير مع زوجتي وفي جن بيتفرج عليا في المرايه. ما ينفعش واحده تقف قدام المرايه عريانه. ما ينفعش احط مرايه في الحمام. الكلام ده كله مرايه في الحمام وانا عريان غلط. حط المرايه في اوضه النوم وانا عريان او انا مع زوجتي غلط. مرايه في اوضه النوم لو في حاله جماعه ولا في حاجه ولا الزوجه لابسه هدوم خفيفه تتغطى افضل، لان في حالات كتير عالجتها ملموسه من المرايه، حالات كتير قوي عالجتها ملموسه من المرايه، فيها جن من المرايه. وده اكبر خطا بيقع فيه اي عروس وعروسه جداد. ورحنا حلينا المواضيع ديت عند ناس كتير. فارجو من سيادتكم يعني اللي عنده حاجه زي ديت يغطيها وقت الجماعه، وقت ما يكون مع مراته، يبعد الحاجه دي من قدام سريره. المهم ما يكونش في مرايه قدام السرير، علشان اي مرايه في الدنيا فيها جن، وعلشان اي حاجه عندكم زي مثلا الحمام في جن ما ينفعش صوت عالي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال بيته. الفرن نفسه، الناس اللي عندها فرن فيه جن، نسمي بسم الله في كل حاجه نعملها. فاصل نرجع لحضراتكم.
above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your little light. Greetings and welcome. أعزائي المشاهدين، بكده أنا خلصت حلقتي، وبكده أرجو تكون تكون عجبت حضراتكم ويكون فيها استفادة لحضراتكم، وأشوفكم في الحلقات الجاية مع ضد السحر ومحاربة السحر ومحاربة أي شيء يخص الجن. أي حد بيلعب بالجن يجي، أي حد يعرف حد بيشتغل بالجن يكلمني وهو واقف قدام بيته من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه، وانا هربط الجن اللي هو بيشتغل بيه زي ما بنعمل كده على طول. وربنا يهدي لكم حالكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.